السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا المتواضعة حقائق أونلاين. أولا كل عام وحضراتكم بخير وسعادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. طبعا أنتم عارفين إن شهر رمضان بيحل على الأمة الإسلامية بالفرحة والسرور، ولكن عند مصر الوضع بيكون زائد لدرجة كبيرة، وده اللي هنقوم بعرضه لحضراتكم اليوم بإذن الله. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه، وفي السنة مرة تقولنا وبنستناك من امتى واحنا نحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا، قولوا معانا اهلا رمضان جانا. تكون شوارع مصر من الإسكندرية إلى أسوان لوحة فنية فريدة من نوعه، توجد خلالها أنواع مختلفة من الزينة والفوانيس والمظاهر الرمضانية الأخرى لتعبر عن مصر أم الدنيا، كما لا يخلو منزل مهما كانت حالته المادية من مظاهر الاحتفال بالشهر المبارك. فعندما تسير في الشوارع يمكنك أن تستنشق عبق رمضان، فتجد الزينة بألوان زاهية تدخل الفرحة على القلوب، فضلا عن روائح الطعام المختلفة تفوح من كل بيت تنبئ بتقديم كل ما لذ وطاب على مائدة الإفطار. وصوت الشيخ محمد رفعت في الخلفية يبشر باقتراب آذان المغرب وذهاب الظمأ والتجمع والزينة من بين أكثر الأشياء التي تميز شهر رمضان فمصر تحديدا. كما أن الأطفال يتجمعون بعد الإفطار في الشوارع لكي يلعبون وتملأ وجوههم الفرحة والابتسامة. وفي النهاية لا تنسوا قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك والإكثار من الدعاء، لأن كل الأعمال في هذا الشهر مجابة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.